خليني هنا اسالك سؤال، بتعرف تنطق البراندات صح؟ ممكن ناس تيجي تقول لك البراندات مش مهمه واللغه اهم، خليك بس معايا للاخر. الناس الاجانب لما بيجوا يسموا براندات بتحس ان كلامهم مايع شويه. يعني عندك مثلا البراند اللي ظهر قدامك ده، انا سالت صديق ليا سويدي قلت له بتنطقوه ازاي؟ قال لي بنقول عليه ايكيا. ايكيا احنا بنقول عليه ايكيا، ممكن ناس تانية تقول عليه ايكيا، فالاصل بتاعه في لغته ايكيا. انت بقى شوف انت عايز تنطقه ازاي. البراند اللي قدامك ده اسمه برشكا. برشكا مش بريشكا. دي ان جي هي اختصار كلمتين، دولتشي ان جابانا. ممكن ناس تقول لك دولسا، دولسي، دولشي ودولس، ما علينا يعني، بس المهم انك تبقى عارف الصح ومخليه جواك. في براند اسمه جاب، في اشاعه طلعت عليه كده من سنين طويله تقول لك ان جي اي بي اختصار جاي اند براود تقريبا. وده الحقيقه مش سليم، يعني هو جاب لان هو جاب بيسد الفجوه ما بين الاجيال فعلا. ده بولمبير. بولمبير ايه بولمبير دي؟ بول، طب البول مفهومه، ايه البير ده؟ لا. بولمبير بولمبير بولمبير. البراند اللي قدامك ده طلع عليه اقاويل كتيره جدا واشاعات كتيره جدا، بس هو زي ما انت شايف كده هو ال سي واي كيكي عادي خالص زي ما هو. عارف الكوتش اللي انت بتلبسه في رجلك ده هو اصله كلمه، وده براند دلوقتي اسمه جوتشي. جوتشي لا هو كوتش ولا كوتشي، اصله جوتشي. عارف في برفيوم كده اسمه هوجو بوس، خليك عارف ان حرف الصاد هنا هو مجرد تاتش مننا احنا، يعني هو اصله هوجو باس. هوجو باس. مش عايزك بقى تبقى جايب ساعه غاليه جدا زي رولكس وتقول عليها رولكس عادي كده، ولا برضو تبقى جايب حاجه من مون بلان وتقول عليها مونت بلانك، ولا تكون جايب حاجه غاليه من فيرزاتشي وتقول عليها فيرساتشي مثلا. البراند اللي قدامك ده هو مش به لبس خالص، هو فيليبس. ولا البراند اللي قدامك ده دايو بالضاد، هو داي وو. وبرضو البراند اللي قدامك دي هي اسمها اساسا ايسر، ممكن تقول عليها ايسر لو انت رايح مول الكمبيوتر، المهم ما تقولهاش آسر. برضه سامسونج مش بيقولوا عليه سامسونج، و اتش بي مش بيقولوا عليه اتش بي. بالمناسبه الكلمه دي انت ممكن تنطقها نطقين والنطقين صح، فيسا او فيزا، الاثنين تمام ما فيهمش مشكله. البسكوت بقى الغالي قوي اللي قدامك ده بينطقوه في بلده الواكير. الواكير ممكن تقول عليه لواكر او لوكر، انما لوكر مش معانا في الاوبشنز خالص. نسلي كده كده مقاطعه فمش هنتكلم عنها مره ثانيه. نسلي لازم برضو نبقى فاهمين واحنا بنقول على البنك ده هس بس، احنا طبعا بنهزر، ده يعني ده اكيد يعني هو بس هزار كده بينه وبين بعض، انما هو اسمه HSBC. اللي قدامك ده برضو مش امينو اسد، هو امينو اسيد. امينو اسيد. ناس كتير بتحتار في نطق البراند اللي قدامك ده، انما هو زي ما انت شايف كده هو كارفور. كارفور وبرضه مواضع مش هنتكلم عنه. البراند اللي قدامك ده هو مش سيلنترو خالص، هو سيلانترو. سيلانترو بس طبعا مش هتاخد الكلمتين دول وتروح تقول لاصحابك يلا نروح نقعد في سيلانترو، اكيد مش هتبصلك بصه حلوه. انا عايزك بقى تتخيل معايا ان هم جم يسموا يعني فندق جديد كده، قال لك احنا ما نختارش اسم صعب، احنا نسميه انتر كونتيننتال، وده كمان احنا اللي بننطقه كده، يعني احنا مسهلينه على نفسنا، انما هو نطقه الحقيقي انر كونتيننتال. فحطوا التي ليه وليه مش عارف، ما تسالنيش في التفاصيل الكتيره دي اللي هنعمل لها فيديو تاني. فتقدر تحافظ على نطقه كانتر كونتيننتال لحفظ ماء الوجه. شفت بقى الاجانب لما بيجوا يسموا بيسموا حاجات صيصه ازاي؟ احنا بقى لما نيجي نسمي بنسمي ايه؟ توحيد والنور، باتا، زلط، اكتب ابو علاء، وش، خلصانه بكوتشي زي ما قلت لك. انما الاسماء الصيصه دي مش بتاعتنا. ما تنساش اعرف الصح وخليه جواك.